لاحظ كده طريقة عمل الحساس أو الصمام دوت هتلاقيه مع قفل وفتح الكونتاكت بياخد وضعيتين، إما إنه بيقفل فيمنع دخول الهواء أو يفتح فيسمح بدخول الهواء. وطبعا لما بيبوظ أو بيعطل بيعلق على واحدة من الوضعيات دي، إما إنه يعلق على وضع الفتح فيسمح بدخول كمية كبيرة جدا من الهواء فتلاقي العربية تهيج والار بي ام يبقى عالي جدا جدا زي ما أنت شايف على 2 أو 3، أو يعطل منك على وضع القفل فتلاقي العربية تبطل مباشرة أول ما تشيل رجلك من على البنزين لأنه بيكون قفل مسار الهواء. زي ما أنت شايف احنا داخلين على المطب اهوت والعربية بطلت لأن حساس الأيدل معلق على وضع القفل. خلينا بقى نفهم هو بيشتغل ازاي. ببساطة شديدة أول ما بترفع رجلك من على دواسة البنزين زي ما أنت شايف الثروتل بادي بيتقفل تماما، وهنا طبعا المحرك مش هيقدر يدخل له هواء ولا يتنفس فطبيعي إنه يبطل. لكن ده ما بيحصلش بسبب وجود مسار هواء بديل عند السهم الأحمر دوت الخرم اللي أنت شايفه ده. الخرم ده بيمثل مسار هواء بديل بيسمح للمحرك إنه يشتغل في حالة إن الثروتل بادي أو البوابة مقفولة في وضع السلنسية أو الأيدل. ببساطة لما بتدور العربية الصبح مثلا عشان تسخن شوية أو أي حاجة من الحاجات دي، بتلاقي إن العربية ما بطلتش وفي نفس الوقت أنت مش دايس على البنزين. مين بقى بيعمل لنا المهمه دي؟ هو حساس او صمام الايدل عن طريق الخرم اللي هو قلنا عليه مسار الهواء البديل. فبالتالي الحساس دوت بيقفل ويفتح حسب الحاجه، وكمان طبعا دوره انه يظبط لنا العداد الار بي ام على 900 لفه في الدقيقه تقريبا، بتختلف تزيد او تقل شويه حسب كل عربيه. طبعا في العربيات الحديثه اللي فيها بوابه كهرباء زي ما انت شايف كده اللي هو الجزء الاسود دوت اللي على ايدك اليمين، هتلاقي ان العربيه دي ما بتحتاجش صمام ايدل لان هي بتفتح الهواء، بتفتح البوابه سنه بسيطه فبتسمح لدخول الهواء. يبقى تلخيصا كده هو دوره في حالة ان انت مش دايس على دواسة البنزين بيسمح للمحرك برضو انه يفضل شغال ويظبط لنا الار بي ام على وضع الايدل اللي هم 900 لفة تقريبا. طيب في حالة بقى ان انا شغلت التكييف ده حمل اضافي. طيب الحمل الاضافي ده هيتسبب في ان الار بي ام هينزل، والار بي ام لو نزل عن 900 هيبتدي المحرك يبقى فيه رجة عنيفة جدا، فدوره كمان ان هو يعوض المحرك في حالة زيادة الأحمال بأنه يدخل كمية هواء أكبر للمحرك. طب لو عطل إيه اللي هيحصل؟ خليني أوريك بقى إيه اللي هيحصل بالتجربة. ما أنت شايف العربية شغالة والار بي ام على 900 لفة، أول ما هنشغل التكييف زي ما أنت شايف كده المفروض إنه يعوض فرق الحمل، لكن بص اللي حصل، العربية فيها رجة عنيفة والار بي ام نزل جامد زي ما أنت شايف. عاوز اقول لكم العربيه بتترج رجه مش طبيعيه. لولا الكاميرا فيها تثبيت الكتروني وفيها تثبيت بصري كنت هتشوفوا الهزات، لكن للاسف هي الهزات مش باينه في الصوره. لكن جسم العربيه كله بيرتعش ليه؟ لان حساس الايدل او صمام الايدل ما عوضلناش فرق الهواء، هو صمام بالمناسبه مش حساس، فما عوضلناش فرق الهواء، خدت بالك؟ فبالتالي جسم العربيه كله بيتهز وبيترج، فطبعا بتكون دي المشكله. يبقى وظيفته انه يقفل احيانا، يفتح احيانا، ويعوض لنا احيانا فرق دخول الهواء للعربيه علشان يبقى مسار المحرك منتظم. وطبعا هو عليه دور كبير جدا جدا جدا، ولكن للاسف احيانا بيتعرض للاعطال بسبب الاهمال في الصيانه. دلوقتي هوريك ازاي ان احنا نصينه بشكل سليم وازاي تحافظ عليه اطول فتره ممكنه، لانه في بعض العربيات بيوصل ل 2003 زي العربيه اللانسر بومه، واستيراد بيوصل في حدود 1000 جنيه، فطبعا مكلف جدا جدا. العربيه اللي قدامنا دي لانوس، هنبتدي نفصل الفيشه، وطبعا هو بيتفك مفتاح الين كي زي ما انت شايف كده، بتحط ايدك تحت المسمار وتفك بشويش عشان المسمار ما يقعش منك، وهنبتدي بقى ان احنا نطلعه من مكانه. لو بقاله فتره طويله ما تفكش بيبقى فيه صعوبه شويه، واحيانا بيسيب الجوان بتاعه جوه زي ما حصل كده جوه جسم البوابه نفسها، بنطلعه بشويش وبنركبه. هو جوان صغير خالص عشان يمنع لنا اي تسريب من الهواء. لو انت حاولت تنضفه تنظيف جاف ما بيجيبش نتيجه وبيعمل تنظيف ظاهري، فلازم تستخدم سائل تنظيف. انا بفضل حاجه زي الكيو 20 او الدبليو دي 40 عشان يبقى ملين كمان للحركه. بتبتدي ان انت تحطه في الوضع دوت كده وتبتدي ترش جواه علشان ننظف المجرى بتاعه العمود اللي بيتحرك فيها علشان يتحرك بنعوم، لان احيانا هو ما بيكونش بايظ ولكن بيكون عالق لان بسبب وجود خشونه داخل الصمام نفسه. بتبتدي تنظف كده وتدخل السائل جوه بحيث يعمل لنا تنظيف كويس زي ما انت شايف كده، وبعدين بعد كده بتبتدي تنشف. زي ما انت شايف كميه الرواسب اللي طالعه فظيعه، يعني التنظيف الجاف لا يصلح خالص مع الصمام ده. وبتنظف طبعا الوش بتاعه كويس جدا لان ده اللي بيقفل بيه وبيفتح. بعد كده بتجيب لنا اي شحم، يفضل يكون شحم حراري من نوع نظيف جدا زي موبل كده، وتبتدي تحشي الحساس بيه او الصمام بيه الشحم دوت علشان العمود نفسه يتشحم كويس ويتزيد بشكل سليم عشان يتحرك بدون اي مشكله، ويمنع العمود من انه يكون يكون عالق. الهدف مش التشحيم الظاهري، الهدف هو التشحيم الداخلي. بتحاول تضغط على الشحم انه يدخل جوه تحت السوسته بحيث يوصل للعمود نفسه، فبالتالي الصمام يتحرك براحه شديده جدا ويحافظ عليه اطول فتره ممكنه، وما يعلقش لا في وضع القفل ولا في وضع الفتح، فبالتالي يحافظ على سلاسه دوران المحرك بدون مشكله. بعد كده تنظف كل الشحم الظاهري. زي ما انت شايف انا مش محتاج اي شحم ظاهري، انا ما عنديش اي مهمه للشحم اصلا، الشحم مهمته داخليه وليست خارجيه. وتنظف طبعا الوش بتاعه كويس جدا جدا، وتحاول تخلي الشحم اقل ما يكون، مش عاوزين كميات شحم كبيره. بتنظف حوالين السوسته، تخلي السوسته معلهاش شحم، لان زي ما قلت لك انا محتاجه جوه فقط، مش محتاج اي شحم بره من اي نوع.
برضو من الحاجات المهمة اللي تاخد بالك منها ان كله مرتبط ببعضه. يعني من اهم الحاجات اللي بتحافظ على سلاسة عمل البوابة في ان هي تقفل مظبوط وتفتح مظبوط، وصمام الايدل انه يفتح مظبوط ويقفل مظبوط برضو. فلتر الهواء. ايه علاقة فلتر الهواء بالموضوع؟ فلتر الهواء لو هو من نوع كويس ودايما بتغيره في مواعيده وكل حاجة مظبوطة، بيمنع تماما دخول اي تراب، التراب اللي هو البسيط الصغير ده. فدخول التراب دوت في صمام الايدل بيخلي الحركه بتاعته تبقى عالقه ويحصل فيها مشاكل بعد كده. فطبعا فلتر الهواء من اهم الحاجات اللي تساعدك ان انت تحافظ على عمل صمام الايدل لاطول فتره ممكنه. كمان بالمناسبه التراب ده بيدخل جوه يعمل صنفره للبساتم جوه، وبيؤدي لتآكل المحرك بشكل كبير جدا جدا. فنصيحه ليك، فلتر الهواء من اهم الحاجات. فلتر الهواء لا يقل اهميه ابدا عن الزيت المستخدم ان ما كانش اهم من الزيت. عاوز اقول لك ان اختلاف نوعيه الزيوت ما بتعملش ازمه كبيره ولا حاجه، لان كده كده المحركات بتقبل رينج كبير جدا من اللزوجات. لكن فلتر الهواء كارثي، لان اي ما كان نوع الزيت لو دخل كميه تراب داخل المحرك هيؤدي الى اهتراء المحرك بشكل سريع جدا. والزيت في الحاله دي مش هينفعك بحاجه، هتاثر على صمام الايدل، هتاثر على البوابه، هتاثر على جوده الزيت داخل المحرك، هتؤدي لتاكل المحرك، هتملى فلتر الهواء، فلتر الزيت اسف بالرواسب، هتعمل مشاكل كتيره جدا جدا. ففلتر الهواء يمنعك من كل الحاجات دي. من الحاجات المهمه كمان اللي تاخد بالك منها ان مشيك وصمام الايدل بايظ خطر كبير جدا، لان في ناس كتير جدا ما عندهاش فكره موضوع الصيانه. العربيه تبطل يجي مدورها، ايه يعني مش مشكله، بس في مشكله حضرتك، انت هتبوظ البطاريه، هتاثر على العمر الافتراضي للمارش. واللي اخطر من كده ان لو العربيه بطلت منك وانت داخل على مطب ممكن يبقى في مشكله، لان كده كده الفرامل بتعتمد على دوران المحرك، فممكن العربيه ما تفرملش منك بشكل سليم. فصمام الايدل من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، لانه بيخلي العربيه تبطل. ففكره العربيه تبطل دي مشكله كبيره، ممكن تبطل منك في وقت انت مش في حال انها تبطل. انت بتاخد ملف مثلا وفي عربيه جايه عليك، يعني اقصد ان هو حاجه اساسيه مش حاجه يستهان بها ابدا. اتمنى من الله ان انا اكون وفقت في الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. طبعا يا جماعه ما ننساش اللايك والشير، الحاجات دي مهمه جدا جدا في انتشار الفيديو. السلام عليكم.